إن دراسة ثورات العالم العربي وعموم الشرق الأوسط يحتاج بصورة مباشرة للتوغل حول إشكالية الدين في أوساطه المجتمعية، حيث أن الثورة بمعناها الحقيقي غير موجود في ظل وجود منظومات أبوية هنا وهناك تتحكم في العقول بطرائق مخيفة تجعل من موضوع التغيير السلطوي أمرا مشكوكا فيه، نظرا للانتقال المشوه ما بين نظام قمعي رابط لعقود معينة ونظام آخر إسلامي يعيد لأذهاننا طبيعة حكم قائمة على الاستبداد ومزيد من الاحتقان وقمع الأقليات باسم سلطة الأكثرية الغالبة والإفتاء بها. إذن فغالب أهداف تلك الثورات المذهبية يصب في تبديل السلطة دون تغييرها جوهريا. أما منظومة الدول المحيطة بسوريا والعراق كإيران وتركيا والسعودية فهي أنظمة مستبدة تحاول إقامة نظام يكون حارسا لمصالحها في المنطقة، ففي ظل غياب الصوت الشعبي وبقاء شرائحه تحت وطأة القصف والنزوح فلا يمكن الحديث عن أي بوادر إقامة نظم ديمقراطية بحدودها الدينية وطرح أي مشاريع مستندة إلى فلسفة حقيقية. سيبقى ضمن حدود المحاولة لإعادة الهوية الحقيقية للمجتمع الشرق أوسطي، ففي ظل إبعاد المعرفيين أصحاب الملكات الإبداعية وعدم إشراكهم في عملية التحول الديمقراطي يبقى أي مشروع حيز الأطروحة النظرية ما لم يتم إشراك الجميع، بخاصة الشريحة المستنيرة غير المرتهنة لأي خطاب حزبوي مبتذل.